السلام عليكم يا أصحابي، ازيكم عاملين ايه؟ بطل قصتنا النهاردة هو عمر. عمر كان في المحل بيشتري شوية حاجات، ولما خلص وهو مروح قابل علي صاحبه. تعالوا نشوف الحكاية. صباح الخير يا عمر، ازيك عامل ايه؟ صباح الخير يا علي، انا بخير الحمد لله. انت عامل ايه؟ وحشني كتير. يا رب دايما يا صديقي، انت كمان وحشني والله. امال كنت بتعمل ايه هنا ورايح فين على كده؟ كنت بشتري شوية حاجات ومروح على طول. طب ما تيجي نشرب حاجة مع بعض عشان انت وحشني كتير. انت اكتر والله يا علي، خلاص مفيش مشكلة، يلا ليك بينا. وحشة والله يا عمر، كان نفسي اشوفك من زمان واتكلم معاك. انت اكتر والله يا علي، هو انت بتيجي المكان ده كتير؟ مش دايما يا عمر، بس باجي لما بعدي من هنا بالصدفة. يلا الاسانسير وصل، اتفضل يا عمر. هتشرب ايه يا عمر؟ انا هاخد واحد عصير ليمون يا علي بعد اذنك. لو سمحت، عايزين واحد عصير ليمون وواحد قهوة مظبوط بعد اذنك. وحشني كتير يا صاحبي، وحشني كمان الكلام معاك من زمان. انت اكتر والله يا علي، بس والله مشاغل يا حبيبي. عارف يا عمر، انت اكتر صاحب ليا بحبه واكتر واحد برتاح في الكلام معاه. ربنا يخليك يا علي. طب انت عارف ايه هو مفهوم الصداقة؟ ايوه طبعا يا صاحبي، ان اي اتنين صحاب بيجمعهم ود ومحبة واحترام. كلامك صح يا علي، ولكن الصداقة هي أعلى درجات الإنسانية اللي بتقوم على الود والاحترام والتقدير والمحبة والألفة، بحيث إن صاحبك ده هو الشخص اللي تأمنه على نفسك وسرك، ويكون سندك وقت الشدة، وإن الصاحب هو اللي بيصدق صاحبه في القول والفعل والعمل. طب ايه هو الصاحب النافع يا عمر؟ الصاحب النافع يا علي هو اللي دايما بيحب لك الخير، ودايما بيدلك على الطريق كويس اللي تمشي فيه، وهو برضه نفس الشخص اللي بيبعدك عن الطريق الوحش اللي ممكن يغضب ربنا، ودايما بيحاول يخليك احسن واحد في الدنيا. طب هو في حديث يا عمر بيتكلم عن الصداقة وتأثيرها علينا وبيذكر فيها الصاحب النافع؟ ايوه طبعا يا علي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث يا علي ان احنا لازم نختار اصحابنا كويس، لان الصديق يا علي هو مراية صديقه. كلامك جميل جدا يا عمر فعلا، لأن الصاحب الكويس هو اللي بيدلنا عن الخير ويمنعنا عن الشر. طب تقدر تقولي يا عمر، الصاحب الكويس ده امتى نلجأ له؟ الصاحب بيلجأ لصاحبه في اي وقت يا علي، فالصاحب الكويس وقت الشدة بيمدلك ايده بالمساعدة بكل ود وحب، وعمره ما بيطلب مقابل نظير مساعدتك. كلامك صح يا عمر، فالصاحب الكويس هو السند الحقيقي اللي بنحتمي بيه وقت الشدة. بتمنى ان احنا نلاقي الصاحب ده في يوم من الايام. ان شاء الله ربنا هيرزقنا بيه يا صاحبي، فالصاحب الكويس ده رزق من ربنا، ولو لقيناه لازم نحافظ عليه وما نفرطش فيه ابدا. والله يا عمر انت كنت وحشني ووحشني الكلام معاك جدا. وانت كمان يا علي والله كنت وحشني جدا، بس معلش انا مضطر استأذن دلوقتي، وهنتقابل تاني ان شاء الله. بإذن الله يا صاحبي، مع ألف سلامة. ولهنا بتنتهي قصتنا يا أصحابي. يا رب تكونوا استفدتم من القصة. لو عجبكم الفيديو دوسوا على اللايك والسبسكرايب، ودوسوا زر الجرس عشان يجيلكم منا كل جديد.